السلام عليكم. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تعملوا الانيميشن وبكل بساطة هنعمل نيو كومبوزيشن نخليه 1920 في 1080 60 فريم بس اوكي. بعد كده هننزل بالباك جراوند. قبل اي حاجة طبعا لازم تكون اصلا مرتب الاسيتس بتاعتك قبل ما تنزل بيها. بعد كده هندوس نيو، نحط سوليد نخليه اسود، اتأكد. بعد كده تدوس اوكي. بعد كده هتجيب ريكتانجل تخليه على الدايرة، تدوس شيفت عشان يطلع متوازن بس كده، تعمل له ماسك. بعد كده هتدوس على الماسك، تدوس كنترول تي تحركه وتخليه في النص كده تمام. تخش على الماسك بتاع الفيزر شوية، بعد كده الاكسبانشن شوية، تيجي على الاد تخليها سبتراكت. بعد كده بقى ايه تقعد تظبطها لحد ما توصل نتيجة كويسة. طيب كده كويس. بعد كده هنحددهم كلهم، نعمل لهم بريكومبوز نسميه باك جراوند. بعد كده ندوس نيو، نجيب تكست نكتب كلمة مثال، ندوس كنترول الت هوم عشان يسنتر انكر بوينت. بعد كده كنترول هوم عشان يكون في نص الشاشة. بعد كده نضيف له ديب جلو، ندوس الريكوايرد، نزود الراديوس شوية نخليه 500 مثلا، ونقلل الاكسبوجر شوية كده حلو. بعد كده هنضيف دروب شادو على الاوباسيتي على الاخر، نزود ديستنس حاجة بسيطة كده سوفتنس. بعد كده هنخليهم 3D طبعا. هنيجي على الباك جراوند ديت، نعلي السكيل شويتين كده حلو. لما نشتغل بالكاميرا هتعرفوا بعد كده ليه. هنجيب نيو، نعمل كاميرا نخليها على 35 بس اوكي. بعد كده تعمل نيو، تجيب نو الاوبجكت تخليه 3D، تعمل له نيم تسميه كاميرا كنترول. طبعا انت هتربط الكاميرا بأول نو الاوبجكت، تحدد الاتنين، تغير لهم طبعا عشان ما تتلخبطش. بعد كده نخلي مثلا اكوا. بعد كده نبدأ نعمل ايه انيميت لأول كلمة، ندوس بي عشان يجيب بوزيشن، نيجي هنا ندوس كي فريم ونرجع نخليها مثلا ثانية، نعمل كي فريم تانية، نرجع على الأولانية ننزلها تحت كده حلو. بعد كده هنحدد الاتنين F9 ونيجي هنا نزقها ناحية الشمال شوية كده كويس أوي، ودي برضه نزقها كمان شوية. تمام كده مظبوط أوي. تمام كده كويس. بعد كده هنجيب الكاميرا كنترول الاولانيه، بعد الانيميشن ده يطلع هندوس هنا على البوزيشن، ندوس كي فريم طبعا نخليها في حدود الثانيه، كي فريم التانية، نرجع بقى ايه ورا شويه. هنيجي هنا نعمل دوبليكيت كنترول دي نغير اسمها. اولا ندوس كنترول الت هوم، بعد كده ندوس كنترول هوم عشان تتسنتر تاني في النص. نغير الاسم طبعا نخليه للتجربه. طبعا هنشيل منه الانيميشن اللي اتعمل من شويه، ونيجي بقى ايه نعمل له انيميت جديد. نيجي هنا على الانيميت نختار بوزيشن، بعد كده نخش على الاد بروبرتي، بعد كده اوباسيتي. هنيجي عند الاوباسيتي نخليها صفر. بعد كده نخلي البوزيشن تحت كده شويه. بعد كده هنخش على الرينج، نخش على الادفانسد، اتاكد ان هي معموله كاركتر، وهنختار الرامب اب، نعمل كي فريم ونعدي زي الثانيه كده، نعمل كي فريم تانية بس هنا هتبقى 100% -100. بعد كده هتبقى 100. بعد كده هنيجي عند كي فريم نفس الكلام، ندوس F9، نخش على الجراف نحددهم، ونيجي المرة دي نزقها شوية ناحية الشمال كده. طيب تعديل بسيط على الكاميرا كنترول، نستنى نعملها F9 نخليها كده على الآخر أحسن. هنجيب بقى الكي فريم ديت ونرجعها ورا شوية ونضيق المسافة هنا، نحاول نكبر أكتر باك جراوند نخليها في الحدود ديت عشان تظبط معانا لآخر الكادر. طيب دي النتيجة. بعد كده هنيجي عند كلمة تجربة، طبعا هنيجي عند الفريمات ديت وندوس كنترول شيفت دي. بعد كده طبعا علشان نعمل الفرق اللي هو ترانزيشن ما بين الحتة الأولى والحتة التانية، ما بين الحتة الأولى والحتة التانية لازم هنعمل سوليد كولر جديدة بس نخليها باللون الأبيض بقى. نعمل لها نعمل لها رينيم نسميها فلاش. تمام نغير لونها نخليها مثلا أصفر، ننزلها تحت. تمام في الحتة ديت بقى نعرف الأوباسيتي بس بطريقة بسيطة جدا. نخش على الترانسفورم، نيجي على الأوباسيتي، نيجي هنا نعمل كي فريم نخليه صفر، نيجي هنا نخليه 100، نيجي هنا نخليه صفر، ونشوف النتيجة كده. تمام. طيب كده كويس قوي. دلوقتي هنخش على الباك جراوند، هناخد السوليد والباك جراوند اللي كنا حطيناها في الأول، نعمل لها بيست هنا ونخليهم في باك جراوند جديدة، نعمل بريكومبوز نسميها باك جراوند 2. المرة بس هناخد السكيل هنا بتاع السكيل هنا نعمل له بيست زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنخش على الباك جراوند التانية دي وهنضيف سوليد كلر جديدة، هنخش على الباك جراوند ديت ونعمل دوبليكيت للبلاك سوليد ديت. الفرق اللي احنا هنغير لونها، هنضيف فيل نخلي لونه غامق شوية كده كويس. نيجي على الماسك هنا نقعد نعدله لحد ما نوصل لكده كده حلو. طبعا علشان
ده الجزء التاني، فاحنا هننقله الناحية التانية هنا، نعمل زوم ننقله هنا. هنيجي بقى ايه هنا على كلمة تجربة، هنضيف افكت اسمه تنت، نخلي الابيض لونه مايل الاحمر الدموي كده، ندوس اوكي. وطبعا ما ننساش ان كلمة مثال ديت في الجزء الاولاني بس كده. تمام. هنعمل دوبليكيت بقى للكاميرا كنترول، نجيب كاميرا كنترول 2، هنشيل منها كي فريم الاولاني، هنربط الكاميرا كنترول 1 بالكاميرا كنترول 2. هنيجي هنا نعمل كي فريم ونروح قدام شوية ونرجع لورا اكتر. بعد كده هنروح للاورينتيشن، هنيجي عند الاورينتيشن نخليه مثلا 7. تمام كده كويس. هنعلم السكيل شوية، هنعمل هنا كي فريم ونرجع تاني للأول ونعمل كي فريم تانية، بس احنا هنرجع الاورينتيشن هنا للصفر. هنيجي عند الكي فريم كلهم F9، نيجي هنا نخليها ناحية الشمال. بعد كده هنيجي عند البروجكت، نفتح اللوجو، هنضيفهم كلهم، نخليها تحت الفلاش. هنفعل 3D، كل دول هيتعمل لهم بريكومبوز، نسميه لوجوز. نخش جوه بقى، نيجي عند كل دول نجيب افكت اللي اسمه تنت، نضيف لهم كلهم. نيجي طبعا ده اول واحدة، نخليها مثلا احمر دموي كده، نجيب الافكت ندوس كنترول سي، نيجي هنا على الباقي كنترول في. بعد كده بقى ايه نبدأ نوزع بقى، هنيجي عند السكيل نصغرهم شوية. تمام كده جميل أوي. بعد كده نظبط بقى ايه الروتيشن كل واحدة فيهم، مثلا دي تروح كده شوية، تروح كده كده كده، جميل جدا. إلى الآن احنا ماشيين كويس. صغرنا السكيل شوية ونرجع هنلاقيهم هنا. هنيجي عند السكيل بتاع البريكومبوز نكبره شوية. بعد كده هنضيف له ديب جلو، ندوس على required، نعلي الراديوس ل500 ونقلل الاكسبوجر حاجة بسيطة. طبعا هنخليها في الجزء اللي بعد الترانزيشن، جميلة جدا. بعد كده هنضيف كام تأثير أخير، نيجي عند الأوفرلاي هنضيف دوت، هنخلي البلند على سكرين زي الفل، نخليها طبعا في الناحية التانية. تمام كويس أوي. بعد كده هنعمل adjustment layer، ننزلها تحتيها، نعمل لها rename، نكتب opacity، وطبعا نعدل الاسم ديت نخليها overlay. هنيجي عند opacity هنا هنضيف لها brightness و contrast. هنيجي هنا نعمل لها key frame، نفتح الكي فريم حرف اليو، نيجي مثلا كده ناحية الثانية، نعمل لها كي فريم تانية، نرجع للأولانية. جميل جدا. آخر حاجة هنعملها اللي احنا هنعمل نيو وادجستمنت تانية، هنسميها لينس، ونضيف تأثير لينس، هو ده سيسي لينس. هنعلي السايز. تمام كده. تعالوا كده بقى نشوف النتيجة. جميلة جدا. تمام. اتمنى اكون فدتكم. ان شاء الله هنزل فيديوهات اكتر من بعد كده، وافكار تبقى احلى من دي ان شاء الله. متنسوش اللايك عشان ده بيدعمني اكتر، واتمنى اكون فدتكم في الحلقة ديت. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي.